ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. بإذن الله معانا فكرة النهاردة جميلة جدا. هنستخدم الرمل بتقنية محترمة جدا، حاجة ممتازة ان شاء الله. هيكون اساس الفكرة معانا هو استخدام الرمل. فكرة جميلة جدا جدا. اتمنى ان انتم ما تقدموش ولا دقيقة في الفيديو، علشان الفيديو مفيد جدا، واوعدك ان انت هتطلع من الفيديو بإذن الله مستفاد. فاتمنى ان انتم ما تقدموش ولا دقيقه في الفيديو. اول حاجه النهارده هنبدا نعمل ستارت ونبدا الفكره اللي معانا. بنجيب الطبق اللي معانا البلاستيك ده، والجزء اللي فوق اللي هو الكوبايه ده، او اي شكل موجود عندك تقدر ان انت تستخدمه وتعمل له اعاده تدوير بنفس الطريقه اللي احنا شايفينها. طبعا اي تصميم حضرتك هتختاره هتبدا ان انت تشتغل عليه بنفس الطريقه، وهيطلع معاك حاجه ممتازه جدا. يعني ما تحكمش نفسك بالتصميم اللي معانا ده. اول حاجه بتغلفها بالورق الجرايد او اي ورق عندك، وبعد كده بتديها طبقه غيرة وبترش عليها الرمل. بتبدا ترش الرمل الناعم الاول، بتعمل 3 طبقات او 4 طبقات. كل طبقة طبعا بتنشف شوية، ربع ساعة ولا حاجة، بحيث ان هي تشد، وبعد كده بتعمل الطبقة اللي بعدها. بعد دي ما بتنشف خالص وبتبدأ ان هي تحس انها محجرة معاك، بتبدأ ان انت تديها طبقة من الغير الابيض، وبعد كده بتبدأ ان انت تحط الرمل ده طبعا يا جماعة الرمل ده رمل مهزوز، اللي هو انت بتهز شوية رمل بيطلع معاك الهزة دي، اللي هو الرمل الكبير شوية ده. يعني هو الحصو الكبير شوية ده جميل جدا، وهو بالنسبة لنا هو الحاجة المهمة جدا في الفكرة اللي معانا. أول حاجة هنا بنبدأ نشتغل على الفكرة بعجينة السيراميك. عجينة السيراميك مهمة جدا يا جماعة في الشغل، وهسيب لكم الطريقة موجودة في صندوق الوصف. طبعا تقدر ان انت تستخدم برضو عجينة الورق، ولكن عجينة السيراميك ميزتها ان هي بيكون الملمس بتاعها ناعم، وبتكون سهلة كمان ان انت تقدر تشكلها بأي شكل، وكمان بتمسك بسرعة جدا وبتنشف بسرعة جدا وبتكون قوية. تمام. بتفرد حتة وبتحطها بنفس الشكل ده على الجزء اللي احنا عملناه، وطبعا بتحط تحته الغيرة الابيض. طبعا يا جماعة حاجة مهمة جدا جدا، الغيرة الابيض مع عجينة السيراميك بيمسك بشكل قوي جدا. دي معلومة مهمة، احسن من الامير او السوبر جلو، وكمان افضل من الشمع. يعني الغيرة خصوصا لو على رمل او على خشب او على بلاستيك بيمسك بشكل قوي جدا. بعد كده بنعمل الشكل اللي معانا ده. طبعا احنا هنستخدم في التشكيل اللي معانا كله عجينة السيراميك. تمام. بنعمل حتة كده وبنعملها بالطول، وبنعملها اللي زي اللي هي اللي بنقول عليها العسلية أو الحلوى اللي هي الطويلة دي. بنعمل 3 مقاسات أو 4 مقاسات على حسب الشكل اللي معانا. طبعا انت ما تحكمش نفسك بالتصميم، أهم شيء ان انت تاخد الفكرة او تاخد المضمون بتاع الفكرة، ان انت تقدر تستخدم الرمل في حاجة مفيدة جدا جدا وحاجة كرياتيف. تقدر ان انت تشتغل بيه، تعمل بيه ارضية محترمة على اي خامة هيشتغل معاك. اهم شيء اللصق اللي انت هتلزق بيه الرمل. بعد كده جبت 7 قطع من عجينة السيراميك، وابتديت ان أنا احطهم في كيس عشان ما ينشفوش. حاجة مهمة جدا برضو، عجينة السيراميك يا جماعة لازم ما تنشفش وانت شغال عشان ما تتكسرش او تبوظ منك. بعد كده بتجيب الجزء ده وبتعمل الزهرة اللي في النص، او اللي هي الكاس اللي في النص بتاع الوردة. طبعا في ناس كتير سألت عايزة تعمل ورد ازاي. دي طريقة برضو، وان شاء الله هنزل لكم فيديو كامل، فيديو طويل فيه اكتر من 5 او 6 طرق لعمل الورود. هتبقى ان شاء الله هينزل قريب، ولكن معلش الفيديوهات اللي من النوعية دي بتاخد وقت شوية في الشغل. تمام. بعد كده بتبدأ تاخد واحدة كمان وبتبدأ تعملها الورقة بتاعة الوردة. تمام. وبتبدأ بعد كده تحطها بنفس الشكل ده، وبعد كده بتحط التانية قصادها، وبتحط التالتة العكس، والرابعة قصادها. تمام. بحيث ان انت تكمل الشكل بتاع الوردة. دي طريقة سهلة برضو لعمل الورد، وبتطلع في الاخر حاجة جميلة جدا، وحاجة تمام يعني، وكمان هتتناسق مع الفكرة اللي معانا. تمام. بعد كده بنسيبها تنشف خالص براحتها، وبنبدأ بعد كده نعمل الشكل اللي معانا ده طبعا برضو حاجة صغيرة كده، اللي هي التفاحة. طريقتها سهلة جدا. بتجيب عجينة من السيراميك، وبتبدأ تخلي جزء تخين شوية وجزء رفيع شوية، وبتبدأ تخلي الشكل يعني مقارب
التفاحة قدر المستطاع. تعمل فتحتين دولت، وبعد كده بتعمل الجزء اللي فوق وخلاص. عشان نكمل الاكسسوارات اللي معانا، بنبدأ بعد كده نجيب العجينة دي وبنبدأ نعمل الورقة بتاعة الشجرة أو الوردة أو الورقة بتاعة اللي بتبقى في الوردة نفسها. تمام. دي برضو طريقتها سهلة جدا. تشكيل بيكون على ايدك. طبعا كل الحاجات دي يا جماعة في منها قوالب سيليكون، ولكن احنا بنقوله الناس اللي مش موجود عندها قوالب تقدر ان انت تشكل بايدك، مفيش مشكلة. وما تحكمش نفسك بالقوالب، خصوصا ان قوالب السيليكون بتكون غالية شوية. تمام. بعد كده هو كله جاهز، وطبعا كله بينشف. عجينة السيراميك ميزتها ان هي لما بتنشف بتكون زي الحديد، بتكون قوية جدا زي الصلصال الحراري، ولكن دي مش بتدخل الفرن. تمام. بعد كده بتبدأ تلزقها بنفس الشكل ده. بتلزقها بالشمع او بتلزقها بالغرة، ولكن لو هتلزقها بالغرة بتخلي ان الغرة يكون تقيل، يعني ما بتزودوش مية. بتديله حتة صغيرة كده وخلاص، بتمسك برضو زي الحديد. هنا برضو بنبدأ نحط الورد اللي معانا. خلصنا الورد بنحط برضو الورق علشان خاطر نكمل الشكل. طبعا عجينة السيراميك حاجة ممتازة جدا، وكمان هتقدر تعملها في البيت بطريقة سهلة جدا. زي ما قلت لكم هسيب لكم الرابط موجود في وصف الفيديو. بعد كده بكمل بقى الشغل اللي معايا بعجينة السيراميك. برضو بعمل شوية كور كده، وكان عندي حبل برضو موجود، عملت كنار او برواز في الجزء من تحت. طبعا كل دي حاجات لو موجودة عندك بتقدر ان انت تشتغل عليها وتعملها، مش موجودة بتشتغل على البدايل، والبدايل اتكلمنا فيها في الفيديوهات قبل كده كتير. دي طبعا كانت عندي سلسلة برضو قديمة، ابتديت ان انا احطها بنفس الشكل ده، واستخدمت السوبر جلو علشان ابدأ ان انا اثبتها. وكده تمام. اخر مرحلة بقى، والمرحلة الجميلة جدا والمرحلة المحيرة اللي هي التلوين. التلوين طبعا انا هنا استخدمت اللون اللي هو اللبني، وبعد كده حطيت دهنته، وبعد كده ابتديت ان انا اطعمه باللون اللي هو البني. طبعا الدهانات كلها دهانات مائية يا جماعة. وبعد كده جبت قطعة من المنديل او القماش اللي هو القطن، وابتديت ان انا اعمل دمج بين الالوان وبعضها، بحيث ان انا اجيب النمط القديم او التأثير اللي هو القديم. وابتديت بعد كده اظبط التلوين بتاع الشكل من بره، اللي هو الورق الشجر الورق والوردة والحاجة دي. تمام. طبعا التلوين ده كل واحد بخياله بيقدر ان انت تطلع الفينش اللي انت عايزه بالنسبة للتلوين، ولكن انا بحب دايما التأثيرات او الحاجات اللي هي القديمة اللي بتدي التأثير اللي هو القديم ده. بحب الشغل ده جدا جدا يعني. حتى في التعتيق اللي انا بعمله بتلاقي دايما شغل بنفس الشكل ده. تمام. بعد كده اخترت اللون اللي هو الروز، وابتديت او البينك، وابتديت ان انا اطعم بيه برضو. جبت اللي هو الطبق الصغير ده، كان عندي طبق قديم كده قطعته، وابتديت ان انا مش هحط فيها ورد بقى صناعي وكده، لا انا اعمل الورد، يعني اعمل ورد منه فيه، بحيث ان انا اعمل بوكيه بشكل مختلف شوية عن الفازة، ولكن ثابت فيها. تمام. يعني حاجة كده زي تحفة كاملة كده، مش فازة. بس حاجة تبقى انتيكة وتبقى جميلة جدا جدا. ابتديت برضو ان انا الورد اللي عملته، ابتديت ان انا احط الورد بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لو عندك ورد برضو في طريقة جميلة جدا. لو عندك ورد ممكن تغطسه في جبس وتسيبه ينشف، او في اسمنت ابيض ويطلع بنفس الشكل ده، وتلونه لو حابب ان هو يكون قوي. او تحط عليه غير ابيض طبقة اتنين وتلاتة وتثبته بنفس الشكل ده، هيبقى برضو ادى الغرض يعني. لو مش عايز تحط عجينة سيراميك. ابتديت بعد كده ان اديته اللون الاسود، وبعد كده طعمته باللون الذهبي، وبعد كده باللون النحاسي. واخر مرحلة معانا اللي هي الورنيش المائي. انا هنا يا جماعة عشان تبقوا برضو واخدين بالكم، اديتها 3 طبقات ورنيش مائي، وفي الاخر ورنيش سبراي طبقتين كده. بتعمل طبقة زي الزجاج، ومستحيل ان هي يحصل فيها اي تجريح او اي حاجة او تتبهدل او لونها يتغير. جميلة جدا، فكرتها بسيطة.
فيها شوية فنيات كده. أتمنى يا رب يكون الفيديو بالنسبة لكم مفيد واستفدتوا منه فعليا. ولو استفدتوا من الفيديو والفيديو كان بالنسبة لك مفيد و تمام، يا ريت تعمل لايك للفيديو وتعمل شير. ولو مش مشترك شرفني بالاشتراك في القناة. ويا ريت تقول لي حضرتك بتتابعني منين. بشكركم جدا جدا. السلام عليكم.